ننتقل إلى اللوحة التالية التي فيها كلمات أخرى. قوله تعالى الذي ائتمن في سورة البقرة في آخرها فليؤدي الذي ائتمن أمانته. لو وقفنا على الذي وأردنا أن نبدأ بهذا الفعل افتعل اؤتمن، أصله افتعل، فأردنا أن نبدأ به بدء اختباري. انظروا أيها الإخوة كيف سيتدرج الأمر. أول شيء عندنا أن نقول اؤتمن. لماذا؟ لأنها هذه همزة وصل وقعت في فعل، وهمزة الوصل في الأفعال تتبع الحرف الثالث من الفعل، إن كان مضموما تضم، وإن كان الحرف الثالث مكسورا أو مفتوحا تكسر. فهنا الحرف الثالث مضموم تو، التاء مضمومة، لذلك نضم همزة الوصل. إذن الإشكال الأول كان في البدء بالساكن، فانتهينا من هذا الإشكال. صارت الآن المرحلة أؤتمن بوزن افتعل. بعد أن تخلصنا من هذا الموضوع وهو البدء بالساكن، صادفتنا مشكلة جديدة ويعني إشكال جديد من أمور اللغة، وهو أن العرب لا تجمع في النطق بين همزتين ثانيتهما ساكنة، فإن وجد ذلك في كلامهم فإنهم يبدلون الهمزة الثانية الساكنة حرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى. اتفقنا على أن الهمزة الأولى هي مضمومة لأن الحرف الثالث مضموم أؤتمن، فعندئذ نبدل الهمزة الثانية الساكنة حرف مد من جنس الضمة وهو الواو، فيصير البدء الاختباري بها أوتمن. هكذا نبدأ بها لو سئلنا. لو وقف واقف فليؤدي الذي وأراد أن يبدأ بدء اختباري يقول أوتمن، ولا يقول أؤتمن، لأن العرب كما أسلفت لا تجمع في النطق بين همزتين ثانيتهما ساكنة. السطر الثاني الذي نراه كلمة إن امرؤ في سورة النساء. إن امرؤ، لو وقفنا على إن وأردنا أن نبدأ، كيف نبدأ؟ نبدأ بهمزة مكسورة امرؤ. لماذا؟ لأن هذه الهمزة وهي همزة الوصل وقعت في اسم، والعرب تكسر همزة الوصل في الأسماء امرؤ. كذلك عندنا في السطر الثالث قوله تعالى عيسى بن مريم عليه السلام في الآية الكريمة في سورة آل عمران، عيسى بن مريم. لو وقفنا على عيسى وأردنا أن نبدأ، كيف نبدأ؟ ابن مريم بهمزة مكسورة. لما؟ لنفس الكلام الذي قلناه في السطر الذي قبله، أن همزة الوصل في الأسماء دوما مكسورة، فنبدأ ابن مريم. أعود فأذكر هذا البدء بدء اختباري لا يتعمد. السطر الأخير من اللوحة قوله تعالى في سورة النساء وإن امرأة خافت من بعلها. لو وقفنا على وإن كيف نبدأ؟ نبدأ بكسر الهمزة امرأة. لماذا كسرنا الهمزة؟ أيضا للسبب ذاته، وهو أنها همزة وصل وقعت في اسم، وهمزة الوصل في الأسماء مكسورة.